إن بعض الأوساط تردد الآن كلاما كثيرا عما يسمى بالحشد القومي والتضامن العربي ضد العدو الصهيوني، وتناشد العراق أن يسهم في هذا التضامن. وأنني أقول أن العراق لم يتحدث عن التضامن العربي بالكلام، فالعراقيون كانوا دائما في مقدمة الذين قاتلوا من أجل فلسطين، وفي مقدمة الذين أزروا إخوتهم العرب في معاركهم التحررية في المشرق وفي المغرب. وأن العراق لم يكن في يوم ما دولة تساند معركة الأمة العربية ضد العدو الصهيوني بالكلام أو التبرعات، وإنما كان العراق دائما دولة مواجهة حقيقية. لقد ذهب العراقيون إلى فلسطين ليقاتلوا الصهاينة في عام 1948، وذهبوا إلى سيناء والجولان في عام 1973، وقاتلوا قتالا شريفا وشجاعا، وذهب ألوف من أبناء العراق ليقاتلوا إلى جانب المقاومة الفلسطينية. فليس العراقيون هم الذين يطلب منهم التضامن، ولكن على الشرفاء من أبناء الأمة والحريصين على مصيرها أن يحاسبوا أولئك الذين طعنوا العراق في الظهر وأمدوا إيران بالأسلحة والأموال، واستمروا على هذا الموقف تحت مختلف التبريرات المزيفة، وأصروا عليه بكل صلف حتى بعد أن انكشفت حقائق التعاون التسليحي بين العدو الصهيوني ونظام الدجالين المشبوهين في طهران، وحتى بعد أن قام العدو الصهيوني بقصف المفاعل النووي العراقي، وبعد أن صار العدو الصهيوني يهدد الأجواء العراقية خدمة لأصدقائه من حكام طهران. فأين موقفهم هذا من دعوات التضامن العربي والحشد العربي؟ وهل لموقفهم هذا من تفسير غير أنهم متواطئون ضد الأمة العربية تدفعهم إلى ذلك أحقادهم المريضة وضلوعهم الخياني في مخططات إثارة النزاعات والحروب بين العرب؟ إن البعض يتحدث اليوم ويكثر العويل عن ضم الكيان الصهيوني للجولان، فكيف استطاع الكيان الصهيوني أن يضم الجولان من دون أن تطلق ضده رصاصة واحدة؟ أن الذي يريد تحرير الجولان فعلا ويريد مشاركة العراق والعرب في مواجهة التحدي الصهيوني ينبغي عليه قبل كل شيء أن يكف عن مساندة أعداء الأمة العربية، وأن يحرر نفسه من المخططات التي تستهدف العراق والأمة العربية، تلك المخططات التي أصبحت مكشوفة للقاصي والداني. أيها الأخوة في الوطن العربي، يا أبناء العراق العظيم، إن من مصائب هذه الأمة أن المسؤولين فيها لا يقولون الحقيقة كاملة حيثما تطلب الأمر قولها صريحة قوية واضحة، ولا يدافعون عنها دفاعا عادلا وشريفا في كل الأوقات. لذلك ينبغي أن تقال الحقيقة علنا وصراحة، وهي أن الأرض العربية متساوية في القيمة المبدئية. لذلك فإن الذي يقبل ويساعد على احتلال أي جزء من الأرض العربية من قبل الأجنبي لا يمكن أن يكون مدافعا وداعيا إلى صيانة جزء آخر ضد أطماع أجنبية أخرى. وأن الدفاع الشريف والجدي عن الأرض المحتلة واجب مطلوب من المسؤولين الرسميين عن تلك الأرض بنفس الروحية التي يطلب فيها من الأشقاء الآخرين الدفاع عنها. فلا يجوز أن نطلب نحن العراقيون مثلا من إخواننا العرب أن يدافعوا عن أرضنا في حين لا ندافع نحن عنها، أو نستسلم عند أبسط تحدي يأتينا من أعدائنا. وأنكم أيها الأخوة العرب في كل مكان تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق، ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها
تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق، ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه، وقتل الأبرياء وانتهك الحرمات ودمر السفارات والهيئات الدبلوماسية، ومنها الجريمة النكراء ضد سفارة العراق في بيروت. وأنكم تعرفون أيها الإخوة من الذي حشد جيشه في بداية الحرب مع إيران على حدود العراق، ثم حشده بعد ذلك على الحدود الأردنية. أنكم تعرفون هذه الحقائق ولماذا جرت وما تزال تجري حتى الآن. ولقد بات في مقدمة الواجبات القومية أن تكشف هذه الحقائق إن لم يكن علنا وأمام الرأي العام العربي فأمام المسؤولين عنها، ولكي تسهموا في عودتهم عن سبيل الشر إذا كان ثمة في العقول والنفوس مكان للصحوة، ولكي لا تؤخذ الأمة من داخلها عن طريق الذين يحملون الجنسية العربية وهم في الواقع متواطئون مع الأجنبي ضالعون معه في مخططاته الشريرة. وأن الذي يطلب العون من أبناء الأمة العربية ضد من يحتل أرضه فالأولى به أن يحشد قواته على خطوط التماسي مع العدو وينقذ شرفه المهان بمعركة حقيقية وشريفة يذود بها عن أرضه، كما يجب أن يذود الرجال، لا أن يحشدوها على حدود إخوانه، لا أن يحشدها على حدود إخوانه. وهل يحق لهؤلاء المتواطئين مع أعداء الأمة أن يتحدثوا عن التضامن العربي والحشد العربي ضد العدوان الأجنبي على أرضهم التي يتحملون مسؤوليتها الرسمية قبل غيرهم، وأن ينكروا علينا حقنا في القتال والدفاع عن أرضنا وكرامتنا ضد العدوان والاغتصاب، بل ويقفوا بكل طاقاتهم إلى جانب العدوان والاغتصاب ضدنا؟ أيها الأخوة، أن المعركة التي نخوضها الآن ضد الطغمة الحاكمة في طهران معان عديدة، بعضها يتصل بالمبادئ والمصالح الوطنية والقومية، والبعض الآخر يتصل اتصالا وثيقا بموقفنا من العلاقات الدولية ومن مبادئ حركة عدم الانحياز وطبيعة هذه الحركة وما تعقده عليها الشعوب المحبة للحرية والاستقلال من آمال. أن عراق الثورة يشارك في حركة عدم الانحياز مشاركة، أن عراق الثورة لم يشارك في حركة عدم الانحياز مشاركة شكلية لكي ينفي عن نفسه اتهاما بالانحياز أو لكي يغطي بعض السياسات والمواقف. إن انتماءنا إلى حركة عدم الانحياز هو ركن أساسي في مبادئنا وسلوكنا يرتبط ارتباطا لا انفصام له باستقلالنا وإرادتنا الحرة، وهما من أغلى ما عندنا. والعراق لم يدخل إلى حركة عدم الانحياز لغرض الاستفادة المادية أو تحقيق المكاسب، بل أنه كان في طليعة الذين يقدمون التضحيات في سبيله. لقد ساعد العراق عدد كبير من بلدان عدم الانحياز في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل تعزيز استقلالها والتغلب على مصاعبها، وساعد الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال والحرية بكل الوسائل والإمكانات. إن العراق ليس قوة كبرى أو تابعا لقوة كبرى لكي يوظف هذه المساعدة في سبيل تحقيق أهداف معينة، ولا هو بالبلد الضعيف الخائف الذي ينفق الأموال درءا للأخطار والتهديدات. إن العراق بلد حر قوي مناضل، لذلك فإنه عندما يساعد أصدقائه في بلدان عدم الانحياز فإنما ينطلق من المبادئ وفي سبيل المبادئ. أن المعركة التي يخوضها العراق اليوم ضد الطغمة الحاكمة في إيران ليست مجرد صراع بين دولتين تنتميان إلى العالم الثالث، بل إنها نتيجة من المخطط الواسع
الذي رسمته أطراف دولية معروفة ونفذته بأساليب مباشرة